زي ما عملنا قبل كده شاي الكرك، النهارده هنعمل الشاي العدني ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده هنجيب البراد بتاعنا ونقول بسم الله، وهناخد كوبايه ميه لكوبايه لبن. هتزودي يبقى كوبايتين ميه لكوبايتين لبن، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده نحط الميه في البراد. ودلوقتي كده انا معايا هنا المصفى دي بتاعه البراد، لو مش متوفره عندك بعد ما تخلصي خالص صفي زي ما عملنا مع بعض في شاي الكرك اللي قبل ده. ركبت المصفى وهنزل فيها بمعلقه كبيره مليانه من الشاي او الشاهي زي ما هما بيقولوا. الشاي لازم يكون معلقه كبيره كده هرميه، بيخلي نكهه الشاي قويه جدا جدا ولونه رائع. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار مليانين من السكر طبعا حسب الرغبة، عايزة تزودي عن كده تمام، عايزة تقللي براحتك، فالسكر ده طبعا حسب رغبة اللي هيشرب الشاي ده. معايا معلقة صغيرة من مسمار القرنفل، وهاخد كمان معلقة صغيرة من الحبهان، بس قبل ما هستخدمه لازم افتحه كده بالشكل ده بظهر المعلقة كده وبخبط عليه عشان افتحه ونكهته تطلع وريحته تبقى قوية معايا ما شاء الله. وانا بعمله اصلا ريحته ظهرت جدا معايا. نضيفه بقى كده بقى مع باقي المكونات. هنا في بقى معايا بلحة او جوزة الطيب، كتير جدا لقيتهم بيستخدموها في الشاي العدني، شيء اساسي، ولكن انا مؤخرا يعني عرفت معلومة ان هي بتدخل في المسكرات. هتلاحظوا حتى انا واخدة منها حاجة بسيطة قوي، بمجرد ما عرفت المعلومة دي انا لغيتها تماما فمش هستخدمها، بس انا حبيت اوصل المعلومة صح. بعد كده خلاص حطيت كل المكونات بتاعتنا، حطينا الشاي، القرنفل، الهيل او الحبهان، السكر. هبدأ اغطي كده بالشكل دوت، وعلى البوتاجاز هتسيبه يغلي لمدة ربع ساعة. هيفضل يغلي ريحته هتطلع قوية جدا معاك ان شاء الله، هتشميها وتعجبي بيها جدا كمان. بعد ما هيغلي هنشوف هنكمل فيه ازاي. الشاي العدني ما بيتحطلوش ولا زنجبيل ولا قرفة. هنا بعد ما غلي كده وعدى عليه ربع ساعة او تلت ساعة غليان على نار هادية، هنزل دلوقتي بكوباية من اللبن، كوباية لبن مبخر او كوباية لبن حليب المتوفر عندك. انا شفت كتير بيعملوها باللبن المبخر، لكن المتوفر عندي اللبن الحليب. كده خلاص هشيله بقى كده، نقول بسم الله، وهحط اللبن بتاعنا. عايزه اقول لكم ان ريحته ما شاء الله اللهم بارك جنان، ريحته حلوة قوي قوي قوي، طعمه كمان مميز جدا. سبت الشاي كده مع اللبن، مجرد ما بدأت تغلي هبدأ اشيل الغطا فورا علشان امنع فوران اللبن. طبعا اللبن انتوا عارفين ان هو بيفور، انا بس غطيته عشان اديله السخونيه بتاعته، احافظ عليه عشان يبدأ يغلي. اول ما غلي رحت شايلاها وسبته يغلي كده كمان حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده طفيت عليه النار وهبدأ اصفيه في البراد اللي هقدم فيه الشاي العدني بتاعنا. انا هنا البراد اهو صفيت الشاي بقى معايا ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه، طعمه جنان، تشربيه كده الصبح تحس ان طول اليوم عندك مزاجك رايق ومظبوط، غير بقى الفوائد الجامده جدا جدا فيه. نصب كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الفوائد الحلوه قوي، لو قريتوا عن الهيل وعن القرنفل قد ايه فوائدهم عظيمه، هتلاقوا نفسكم بتشربوا الحاجات دي كده وانتم من جواكم نفسيا مرتاحين، مفيش تأنيب ضمير. خلاص صبينا الشاي بتاعنا بقى، نشربه وجربوه ان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش طبعا لو اول مره تشوفوا القناه لايك واشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس وتعملوا تشغيل الكل عشان كل حاجه جديده ان شاء الله بنعملها توصلكم. بصوا بقى شكله عامل ازاي، ريحته حلوه قوي قوي قوي، طعمه حلو جدا كمان زي شاي الكرك. انا جربت الاتنين احلى من بعض. الفرق بس ان في شاي الكرك بنحط زنجبيل وقرفه، هنا ما بيحطوش. بس كده خلصنا. يا رب تكون السلسله اللي احنا عملنا بودره الكابتشينو والكافي ميكس والموكا وكمان شاي الكرك والنهارده الشاي العدني، يكون الفيديوهات ان شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنت معكم سندس سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.